تعالَ أقول لك إيه هي طرق الدفع اللي ممكن تدفع بيها الmeta ads أو السوشيال ميديا platforms بصفة عامة. عندك طريقتين، prepaid معناها إن أنت تشحن الaccount بتاعك بfund معين وتبدأ إن أنت تصرفه في الإعلانات. طيب تاني واحدة postpaid، إنك تحط الcredit card بتاعتك ويبدأ الفيسبوك يداينك واحدة واحدة ويسحب منك الفلوس بعدها بفترة. طيب خلّيني أبسطها لك أكتر، دايمًا بيبقى عندنا نوعين من الخطوط بتاعة شركات الموبايل. رقم 1 فاتورة، يعني أنت تقعد تتكلم براحتك طول الشهر وتيجي تدفع الفاتورة آخر الشهر، ده postpaid. طيب الطريقة التانية إنك تجيب كارت تشحن الخط بتاعك وبعدها تبدأ تستهلكهم، once خلصوا تضطر إن أنت تشحن كارت تاني، هي دي prepaid ودي الطريقتين بتوع الفيسبوك. طيب في الpostpaid أمّا الفيسبوك بيداينني بقد إيه بالضبط وبيسحب مني كل قد إيه، according لكل account، يعني مثلًا لو هو حاول يسحب منك 100 جنيه اتسحبت بيعلّي لك الlimit ل500 جنيه، جرّب يسحب 500 جنيه credit card واتسحبت هيعلّي لك لحد 1000 جنيه. في ناس أحيانًا بتوصل معاهم إن هم يتداينوا في 150,000 جنيه وبعدين يسدّوهم للفيسبوك والفيسبوك ما عندوش مشكلة، طول ما هو في أي وقت بيدّي order للcredit card إن هي تسحب منك بتسحب، خلاص يبقى أنت كده في أمان، بيعلّي لك الlimit بتاعك. أمّا لو هو حاول أكتر من مرّة يسحب منك وما سحبتش ممكن ينزّل إن هو يسحب منك كل 5 جنيه و6 جنيه، فأنت لازم دايمًا تحافظ إنك لو هتحط الcredit card بتاعتك لو عايز الlimit بتاعك يعلى، ساعتها بتضطر إن أنت تتأكد إن الlimit بتاع الكارت موجود وإن already في فلوس عشان ما يُقفش كل شوية أو تحصل مشكلة. واستنوني الtips الجاية.